بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. شايفين الوصفة طالعة معايا ازاي؟ قرمشة وهش وطعمه تحفة ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. ده المشبك الدمياطي. لو عايزين تعرفوا انا وصلت للنتيجة دي ازاي، تابعوا معايا الفيديو للاخر. نبدأ كده مع بعض. بسم الله. هنبدأ كده بالاول نعمل العسل او الشربات بتاع المشبك. عندنا العسل بتاع المشبك لازم عشان يبقى زي المشبك اللي احنا بنشتريه من بره، لازم يكون العسل بتاعه تقيل. فاحنا هنشوف النهارده كده المقادير بتاعه العسل ايه. عندنا دي كوبايه سكر، هنحطها كده في حله. هحط كوبايتين سكر، حطيت واحده ودي الكوبايه التانية، يبقى كده حطيت كوبايتين سكر. ويا ريت يكون سكر نوعيه حلوه، يعني لان بيفرق جامد. السكر لما نوعيته تكون حلوه وريحته حلوه في الوصفه بتاعه المشبك دي. هضيف على المعلقتين الكوبايتين السكر هضيف كوبايه ميه عاديه من الحنفيه، وهضيف عليهم نص ليمونه، عصير نص ليمونه. وهحط كمان عندي لا اما عسل جلوكوز، هحط عليه معلقتين كبار عسل جلوكوز، واللي ما عندوش وعنده عسل نحل ممكن يحط عسل نحل. انا عندي خلصان بصراحه، ما لقيتش عسل جلوكوز، فهحط عندي معلقتين كبار عسل نحل. ده بيفرق قوي برضو في العسل، ما بيخلوش يسكر، وبيدوله لمعه حلوه وطعم حلو طبعا. بتبقى قيمته الغذائيه عاليه زي ما احنا عارفين فوائد العسل بتبقى ازاي. وعندي كمان معلقه كبيره ميه ورد، برضو دي بتفرق جامد في طعم المشبك بتاعي. هحط معلقه كبيره، احاول كده المعلقه بتاعتي دي كبيره شويه، انقص منها شويه. بيدوله طعم حلو قوي. اللي ما فيش عنده ميه ورد يحط ميه زهر، ما فيش مشكله. اللي ما عندوش مش مهم، ما فيش مشكله، يعمل العسل كده. هقلب كده كويس قوي على البارد، كل المكونات ده على البارد. احاول اقلبها كده، يعني ما توصل كده تقليب او ذوبان كده بنسبه مثلا 90% كده اهو. انا عامله كميه قليله زي ما انتم شايفين، لان انا عندي شويه عسل كنت عاملاهم في التلاجة، فبعد ما اخلص هضيفهم على العسل بتاع ده. فاللي هيعمل كميه، اللي عايز يزود الكميه بيضاعف المقدار. هقلب اهو، قلبته كويس. هروح بقى على النار. خلاص انا قلبته بساعه ما يغلي، ما عدتش اقلبه بقى خلاص ولا احط فيه معلقه، وبسيبه على النار 10 دقايق بالظبط، لان انا عايزاه قلت لكم يكون تقيل، عسل تقيل. فاسيبه يغلي على النار 10 دقايق، يعني بعد ما يغلي اسيبه يغلي 10 دقايق. هحطه بقى على النار واجيلكم بقى نعمل مقادير المشبك مع بعض. هنبدا مع بعض نعمل عجينه المشبك بتاعنا. عندنا دي كوبايه دقيق، هنحطها كده في البوله بتاعتنا. هنحط عليها نص كوبايه نشا، نحط كده نص كوبايه. طبعا انا لما بعاير المقادير بعاير بكوبايه واحده، يعني ما ينفعش اعاير الدقيق بكوبايه وارجع اعاير النشا بكوبايه او الميه والسكر كده، لا، لازم لما اجي اعاير اي حاجه لازم بعايرها بكوبايه واحده علشان المقادير تبقى عندي مظبوطه. هضيف كده، اعمل كده نص كوبايه. هكب كده كل النشا اللي عندي، تقريبا هي هتطلع نص كوبايه اصلا اهي، زي ما انتم شايفين كده نص كوبايه نشا اهي بالكوبايه اللي انا معايره بها الدقيق. هضيفها برضو للدقيق بتاعي. هحط عليهم معلقه صغيره خميره اهي، معلقه صغيره خميره فوريه. هضيفها كده معلقه صغيره. وهحط عليهم معلقه سكر، هحط عليهم معلقه صغيره برضو سكر. انتوا عارفين طبعا ان السكر هو اللي بيساعد الخميره ان هي تخمر كويس. وهحط عليهم نص معلقه صغيره ملح، ذره ملح دول. وهقلب كل المقادير الجافه كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اعجن بميه عاديه بقى من الحنفيه. هجيب ميه اهو، هتاخد المقدار ده عندي هياخد تقريبا كوبايه وربع.
كوبايه وربع ميه باذن ان شاء الله يعني. هتبقى ممكن نسيب منها معلقتين، نحتاج معلقتين ميه كده كمان، هنشوف على حسب العجينه بتاعتي. قلبت اهو كله كويس، هبتدي بقى اضيف الميه كده واحده واحده بسم الله، وهقلب برضو. هتعملها عندي زي عجينه الكريب، هتبقى زي عجينه القوام بتاعها زي تقريبا شبه عجينه الكريب. هقلب كده لحد ما يعني كله يختلط معايا كويس قوي. هنزل الدقيق ده كله كده، اتاكد كويس قوي ان مفيش لسه دقيق عندي ما دبش ولا فيها تكتلات ولا فيها اي حاجه. هجيب كده السباتيولا بتاعتي ده الم بها كل الجوانب كده. طبعا دي احسن حاجه تلم معانا الحاجات اللي ما دبتش وتقلب لك من تحت زي ما انتم شايفين كده. هدوب كله كده واللي لازق في الجوانب وكله كده طلعه، وهقلب تاني بالمضرب بتاعي. طبعا لسه هضيف ميه، لسه العجينه بتاعتي هتحتاج ميه. هحط كده الشويه دول كمان اللي فاضلين من الكوبايه. اتاكد كويس قوي ان مفيش اي حاجه لازقه في اي حته. خلصنا كده اهو. هعمل ايه بقى؟ هغطيها وهسيبها ساعه تخمر. هسيب العجينه بتاعتي دي ساعه، هحطها بكيس او بنايلون وهسيبها تخمر معايا لمده ساعه. وبعد ساعه بقى ان شاء الله، طبعا الوقت انا سايبه العسل بتاعي على النار تقريبا بقاله 10 دقايق اهو. هطفي عليه وهنرجع بقى في الاخر بعد العجينه بتاعتي ما تتخمر، وهوريكم العسل وهوريكم العجينه بتاعتي، وبعد كده نشوف المشبك بتاعتي اهي بعد ما خمرت معايا كويس. وانا كل شويه كده كنت بكشف الغطا بتاعها واقلبها تقليبه كده واغطيها تاني. هقلبها برده كويس. شايفين العجينه عامله ازاي؟ جميله وخمرانه وريحتها جميله قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. انا عندي هنا بقى هشكلها ازاي. عندي ده كيس حلواني بتاع الكريمه اللي انا بحط فيه كريمه الخفق اللي هي بتاعه الحلويات والتورتات وكده. هجيبه واحطه كده في الكوبايه زي كده. اقربه لكم كده. شايفين؟ جبت كوبايه وهقوم فاتحه في الكوبايه كده وهصب فيه شويه من الخليط بتاعي لحد ما ياخد على قد ما ياخد زي ما انتم شايفين كده. وتقريبا هاخدهم كلهم لان انا عامله مقدار صغير، وزي ما قلت لكم لو حابين ان انتوا تضاعفوا المقدار ضعفوه زي ما انتوا عايزين. الحاجات دي الكميه دي راجعه لكم انتوا. هصب كده بقى كل المقدار بتاعي كويس. اللي مفيش عنده الكيس الحلواني ده مفيش مشكله، ممكن يعمل بكيس لبن عادي بيعمله وبيخرمه او بيفتحوا فتحه من الجنب كده صغيره برضو على قد السمك اللي هو عايزه وبيشتغل بيه مفيش مشكله. او اللي هي الازازه اللي انا حاطه فيها العسل دي ممكن برضو تستعملوها برضو تحطوا فيها، ودي بتبقى اسهل عليكم كتير. بس انا حاليا لقيت عندي الكيس، وطبعا الازازه مشغوله بالعسل فحطيت في كيس الحلواني لان اصلا كان عندي اهو. وهربط الكيس كده كويس عشان وانا بشتغل ما يقعدش كده يوقع ونلحوس الدنيا. يعني هربطه ربطه حلوه كده جامده عشان ما يوقعش. وهنروح بقى فين؟ على البوتاجاز اهو. شايفين انا ربطته كويس ازاي اهو، مليان عندي والكميه حلوه خالص وهتطلع لنا كميه مشبك حلوه قوي. هنروح بقى على النار هنسوي المشبك بتاعنا على النار. انا حطيت على النار حله اهي زي ما قلت لكم الحجم اللي انتوا عايزينه. تشوفوا حله على قد القرص اللي انتوا هتعملوه. عايزينه كبير نشوف حاجه كبيره، عايزينه صغير نشوف حله صغيره او طاسه صغيره زي ما انتوا عايزين حجمه. اهم حاجه في المشبك يا جماعه التخمير بتاعه. نخمره كويس قوي لحد ما يوصل للتخمير اللي انتوا شفتوه ده، وهنسويه على نار عاليه والزيت يكون سخن. وزي ما انتوا شايفين كده ياخد لون حلو من جنب. نرجع نقلبه على الجنب التاني. انا زي ما انتوا شايفين كده انا كنت حطاه في كيس لبن عادي. رجعت بس كان يعني كسلت شويه كده فرجعت تاني استخدمت العلبة اللي انتوا شفتوها دي. بس النتيجة واحدة يعني، سواء استخدمتوا الكيس سواء استخدمتم العلبة اللي انتوا شايفينها دي بتاعت الكاتشب وبتاعت المايونيز مفيش اي مشكلة. المتاح عندكم والسهل لكم اعملوا بيه. وعندنا طبعا اهو طلعناه من الزيت.
العسل بتاع اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو جاهز، هننزله في العسل على طول. العسل طبعا بتاعنا يكون بارد، والمشبك بتاعنا يكون سخن. وننزله في الزيت ونقلبه على الناحيتين لحد ما يتشرب كويس قوي من الزيت من العسل بتاعنا السميك زي ما قلنا. وهي في الاخر هنشوف هنقدمه ازاي مع بعض. انتوا شايفينه كده مع بعض النتيجة النهائية، شكله تحفة وجميل ومقرمش وحلو قوي. بألف هنا.